السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا على خير. كما شفتوا البنات فيديو جديد، درت كيكه محشيه بالكريمه. صراحه البنات الكيكه كتجي فتيه واقتصاديه وكتجي لذيذه البنات بزاف وسهله، ماشي يعني ناجحه ديما، كتجي كتصدق زوينه. بالنسبه للمقادير البنات، اول حاجه بعدا غادي نوجد الكريمه. خديت هنا تقريبا واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. هنا غادي ندير السكر، ندير 3 المعالق ديال السكر. ديجا درت معلقه وزدت 2 معالق. هنا غادي ندير 3 المعالق ديال الكريم باتيسير. الا ما كانتش كريم باتيسير تقدروا ديروا نشا. غادي نخلط مزيان دابا الحليب مع الكريم باتيسير مع السكر. بالنسبه للسكر كيبقى ليكم واش كتبغيو الكريمه حلوه ولا مسوسه. انا درت 3 المعالق ديال السكر سنيده. هنا كنحرك مزيان. دابا درتها تعقد. دابا غادي ندوز للكيكه. هنا عندي 3 ديال البيضات. هاد الكيكه البنات تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو. انا ديجا مشاركه معاكم هاد الكيكه هادي، ولكن بحشوه مختلفه. بالنسبه للكريمه اللي وجدت معكم في الاول، راه بقيت واقفه عليها، حيت ضروري تبقاو كتحركوا حتى عقدات، عاد خليتها تبرد. دابا كما شفتوا كنوجد الكيكه، غنخلط مزيان هاد البيض مع السكر. نخلط مزيان حتى تذوب ليا السنيده. دابا غادي نزيد كاس ديال الزيت. بالنسبه للكاس راه ماشي كاس العنبه، هذاك الكاس اللي كان يكون عندنا ديال الاتاي قل من كاس العنبه. يعني الا درتو كاس العنبه ما ديروش عامر كامل. هنا الكريمه كما شفتوا من بعد ما دفات ليا شويه راه عقدات كما قلت لكم. غادي نزيد فيها هاد الدانون هذا اللي بدون سكر. صراحه كيخلي ديك الكريمه خفيفه وزوينه. صافي غادي نحرك مزيان وغادي نخليها تبرد ونمشي نكمل الكيك. هنا كما شفتوا من بعد ما خلطت مزيان السكر والبيض والزيت، هنا غادي نبقى نزيد الدقيق تدريجيا. المهم انا هاد الكيكه ما كاينش العبار ديال الدقيق ديالها، حيت كنبقاو نجمعو، كنبقاو نديرو الدقيق حتى كتجمع لينا بحال اللي غنديرو غريبه. هنا كما شفتوا خليتيها تجمعات في نفس الوقت، ماشي قاصحه وماشي جاريه. هنا دهنت مول دائري، هذاك المول اللي كيتحل تقدروا ديروا حتى مول ما كيتحلش. دهنته مزيان بالزبده والدقيق. دابا خديت نص الكميه ديال العجينه وغادي وسرحتها لتحت. هي شويه كتعذب كتبقى تلصق، حيت انا صراحه ما تعمدتش نقصح العجينه، خليتها مرخيه شويه. من الاحسن ما تقصحوهاش باش تجي فتيه. هنا خديت وطلعت مع الجناب البنات، هذيك العجينه راه طلعتها مع الجناب باش منين ندير الكريمه ما تخرجش تلصق ليا في الجناب ديال المول. هنايا كما شفتوا الكريمه سرحتها فوق العجينه. من طبيعه الحال الكريمه راها بارده. هنا الباقي غادي نحكو. صراحه بغيت نحكها كانت باقا مرخيه، اضطريت نجمعها وخليتها في المجمد حتى شدات راسها، وعاد بديت كنحكها حيت فضلت هاد الطريقه. ما فضلتش الطريقه اللي نزيد عليها الدقيق، حيت كاين شي بعض الناس كيبقاو يزيدوا الدقيق تتقصح وبداو كيحكوها، وانا قلت لا، خصها ملي طيب لينا تجي فتيه. درتها في المجمد حتى قصاحت شويه، وعاد عاودت جبتها وبديت كنحك. هي صراحه كتعذب شويه، ولكن غير صبروا معاها راه غادي حتى تكملوا تتغطيو الوجه كامل. هذيك الكريمه ما تبقاش كتبان. يعني المهم لكم الاختيار، الا خليتوها في المجمد كتكون احسن ما تزيدوا فيها الدقيق. داك الكميه العجينه الثانيه ما تزيدوش. هنا عاودت دخلتها للمجمد حيت سخنات ليا في يدي. هي صراحه بنات كتعذب واحد شويه، ولكن غير ديروا معها الخاطر. شتي دابا تحكات ليا منين تجمدات صافي ولات كتحك عادي. يعني الا صبرتوا عليها في المجمد راه ما تعذبكمش. انا المره الاولى عذباتني، بدات كتلصق ليا كما شفتوا.
حتى رجعت المجمد وجمدات وصافي. ديك الساعة ولات كتحك عادي. من طبيعة الحال ملي غتدخل الفران راه غادي تطلق تولي عادية وغتولي زوينة كما شفتو في اول فيديو. هنا شفتو كما بدات كتسخن عاوتاني، ولكن صافي حيت هادشي اللي بقى. صافي كما شفتو راني غطيت كلشي. انا بالنسبه للفران البنات راني سخنته الفوق والتحت. انا نديرها في الفران ديال الضو، كنخدم الفوق لتحت، كنخليها تسخن حتى يسخن مزيان، وكنخليها على 180 درجه، وكنطفي الفوق وكنخلي غير لتحت حتى كتشد ليا راسها تحمر من التحت. عاد من بعد كنشعل الفوق من طبيعه الحال كنخدم الفرفاره باش ما تحمرش بزاف، تاخذ وقتها في التحمار. صافي البنات نتوما غتشوفوا من بعد ما غتخرج. تقريبا دوزت ليا شي 45 دقيقه يمكن في الفران. انا ديجا مشعله الفران، دابا الفران راه سخون. هنا البنات شفتوها كيما خرجتها، هي محمره واخا مع الليل ما تتبانش مزيان، ولكن راها محمره طايبه من التحت. انا شفتوا الجناب ديالها كي دايرين، صافي راه ذهبيين. هنا خديت شويه ديال الشكلاط ذوبته، غندير خطيطات. اختياري، انا غير كان عندي الشكلاط قلت راه نزوقها، تقدروا تخليوها غير هكا، تقدروا ديروا لها سكر كلاصي، يعني كيبقى اختيار ديالكم. نتمنى البنات تعجبكم وتجربوها. راه ماشي بحال الكيكه الاخرى خصك تحزري عليها ولا هذا راه كتصدق عادي، يعني 100% مضمونه. غير ما تقصحوش العجينه باش ما تجيكمش منين طيب قاصحه. صافي وكتجي زوينه. نتمنى تعجبكم. شتو البنات كي دايره. نتمنى تعجبكم. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم.